أنا جاية أطمنك أقول لك إحنا كلنا مع بعض، كلنا بنعاني يا باشا، بنعاني من حاجات في نفسيتنا وحاجات ما تعالجناش منها وحاجات ما كانش فيها وعي وتحديات كبيرة في الحياة اللي احنا عايشينها دلوقتي، في البيوت اللي احنا فاتحينها، في ولادنا المراهقين، ولادنا التعبانين، آه، شغل مش عارفة استقر فيه، شغل مش مديني حقي، حاسة ان انا underestimated فيه، حاسة ان انا بحط مجهود في ارض بور. فالكل كده، شايف الدوشة دي كلها، شايف الصورة الكبيرة اللي انا رسمتها لك دي؟ everybody's like that. انت مش لوحدك وانت مش لوحدك، بس انت تبقى لوحدك وتبقى شاطر وتنجو بنفسك لما تغير طريقة تفكيرك. وارجع اقول كله في المايند سيت. هنا هفضل اغذي العقل الباطن التافه، التافه طلع ايه؟ طلع بيسمع اللي احنا بنقوله له بس، انما هو عبيط. هو يعني فانت هتفضل تغذيه. انا فاشل، انا ما حققتش، انا ما نجحتش، انا كان عايز يبقى عندي وعندي. يا سيدي طب ما انت عندك وعندك حاجات تانية في ناس ما عندهاش منها. وابسط الاشياء زي ما بقول لك، الصحة، السلام النفسي، ان انت بالليل بتروح تنام في بيت في 4 حيطان بالك مرتاح، انت لا ظلمت ولا اتظلمت، انت تمام، انت ماشي بضميرك، انت راجل عندك مبدأ في الحياة ولن تحيد عنه مهما حصل. انت مش هتضعف، مغريات كتير حوالينا، بس انا مش هضعف، انا هفضل اشتغل بكرامة، انا مش هبقى رخيصة. آم، انا هرحم اللي حواليا، انا هكون طول الوقت بفكر ازاي اسعدهم واسعد نفسي. هو ده اللي لازم الواحد يفكر فيه. انما تقول لي بنجري ورا مش عارف ايه ونجري ورا ما، اصل هي في الاخر في الاول لكل مجتهد النصيب. هنشتغل ونجتهد، ربنا هيدينا اللي هو شايفه مناسب لينا. ما جاتش احلام، ما جاتش، هيحصل ايه؟ شوف حد غير احلام يشيل الشفت. الحياة بتمشي بتمر، ما تضيعوش وقتكم وأعماركم وشبابكم وصحتكم في أسئلة مبهمة من نوعية هتتعدل إمتى؟ هتتعدل لما رب الكون يعدلها. يو بودكاست مش مجرد كلام،